يا اهلا والله اعزائي المشاهدين، كلكم سمعتوا اليوم وامس وقبل عن خبر حظر تيك توك في الولايات المتحده الامريكيه، والجميع تناقل الخبر زي ما هو من غير اي تفاصيل، التفاصيل ما راح تلاقوها الا عند شنب شو. اولا، هل حظر التطبيق لو تم بعد قرار المحكمه الفيدراليه في امريكا حيأثر على باقي دول العالم؟ الجواب لا، فقط في الولايات المتحده الامريكيه اذا تم. السؤال الثاني، ليش أمريكا تبي تحظر التطبيق؟ البيان بوضوح أو الحكم بوضوح يقولون إذا لم ينتقل ملكية التطبيق إلى مالك آخر. من الآخر يبون يضغطون على التطبيق الصيني إنه يبيع التطبيق إلى شركة أمريكية، يعني عينك كذا. السؤال الثالث، هل القرار هذا نافذ ونهائي؟ يعني هل المحكمة لما رفضت الاستئناف في أمريكا هل القرار هذا خلاص نهائي؟ الجواب لا. هنا عندنا قناة ABC الأمريكية العالمية تقول، قناة ABC نيوز المصدر هنا أمريكية عالمية تقول بريكن فيدرال أبيلت، ما راح نقرأ بالإنجليزي تقول المحكمة الفيدرالية رفضت طعن تيك توك أو استئناف تيك توك، وتيك توك يتجه إلى تقديم استئناف جديد في المحكمة العليا. إذن المحكمة اللي رفضت الاستئناف هي من المحكمة الفيدرالية. طبعا اللي ما يعرف، في أمريكا أعلى سلطة قضائية هي المحكمة العليا سوبريمي كارت، فالقرار ما هو نهائي، يعني ممكن يقدمون استئناف في المحكمة العليا ويتم قبول الطعن، أو تنتقل ملكية التطبيق إلى مالك جديد ويستمر التطبيق. حتى لو تم حظر التطبيق حيكون في أمريكا فقط ولم يتأثر باقي الدول، لأنه أنه أي تطبيق ما يعمل في أمريكا يصير صعب أنه يستمر أطول فترة ممكنة. في أمان الله.